رمضان مبارك كريم يا ربي، اللهم أدخله علينا بصحة وعافية، ووفقنا إن شاء الله لصيامه وقيامه. اللهم اغفر لنا ولكم، واعف عنا وعنكم، وارحمنا أنت خير الراحمين. بإذن الله تعالى في هذا الشهر الفضيل غادي نحاول نشارك معكم أطباق ومعسلات والعديد من الوصفات. نتمنى نكون عند حسن ظنكم، ونقدر نساعدكم بأفكار تفرحكم وتهنيكم في هذا الشهر الفضيل. إذا بغيتوا توصلكم كل وصفاتي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك واللايك ليصل الفيديو لأكبر عدد من المشاهدين. رمضان مبارك لجميع الأمة الإسلامية أينما كانت. السلام عليكم سيداتي وأهلا بكم في اليوم الأول من رمضان والحلقة الأولى من سلسلة أطباق رمضان، واللي غادي نحضروا فيها اليوم خبز دقيق القمح. بسم الله مع المقادير. هنا نديت 3 كيلات نتاع دقيق القمح كما راكم تشوفوا، نخاله. وهنا الدقيق تاع القمح ثاني 3 كيلات وكيلتين نتاع الفرينه. وغادي نضيف لهم الزيت. انا ندير عيني هي ميزانيه، غادي ندير معاكم ونشوفوا شحال غادي تستهلك لنا. وهنا غادي نزيد معاكم كما راكم تشوفوا، غادي نزيد الحبوب اللي هي هنا عندنا زريعه البسباس، الزرارع عفوا، قلت لك الحبوب، وزريعه وحبه حلاوه. هنا ندي نص مغرفه من كل حاجه. ونزيدو تاني السانوج. هنا هاد الزرارع كل وحده واش تحب دير، تبغي ديريهم كاع، تبغي تنقصي منهم، يعني هنا باش ماذا بينا هادو فيهم فوائد باش ولادنا وحنايا ناكلوهم في رمضان والجسم تاعنا يستفاد. هنا في هذه المرحله غادي نزيد الخماره نتاع العجين، درت ملعقه معمره هنا على حسب الحال، والملح ثاني درت على حسب الذوق نصف ملعقه. وهنا غادي نخلط هاد المكونات غير هكا شويه. هنا هذا اسهل خبز غادي تذوقوه ان شاء الله، وساهل وما يدي لا وقت لا تعب لا والو. هنا غادي نضيف معاكم الزيت، وغادي تشوفوا انا قلت لكم عيني هي ميزاني. هنا غادي نستعمل هاد الكميه، هنا استعملت غير نصف كاس، راني دايره كميه قليله. وهنا راني موجده الماء دافي، ما يكونش حامي بزاف ما يكونش، المهم يكون دافي. ونبدا نضيف الماء ونخلط غير بشويه حتى تلتم لي العجينه نتاعي. والعجينه نتاعنا هذه ما تحتاج لا دلك لا والو. هنا غير ديري المكونات، بقاي تزيدي الماء، تضيفي لها الماء غير بشويه بشويه باش ما تجريلكش بزاف. كل مره نزيدو شويه تاع الماء. هي غير تلميها كيما هكا العجينه وبعد تخليها تخمر. ما فيها هذيك تاع ضلي تدلكي فيها، ما فيها تاع تعاودي لها، ما فيها والو. هنا غادي تشوفوا كيما تشوفوا الكميه اللي استعملت تاع الماء. عينك هي ميزانك. هنا ما نقدرش نعطيكم كميه محدده على خاطر كل دقيق وكيفاش، كاين فرينه اللي تشرب كاين اللي لا. وبنادم بالممارسه دائما يدير ويعاود وكيولي يحكم العبار نتاع المقادير نتاع الخبز نتاعنا. هنا كيما راكم تشوفوا هي العجينه نتاعنا، شفتوا القوام نتاعها كي راه داير ما جاريه ما قاصحه. هنا راني غادي لميتها، شمخت يديا شويه وراني لميتها. شوفوا ماشي جاريه، ما خصهاش تكون جاريه لخاطر الخبز تاع النخاله كي يجرى بزاف يسيح في الطاجين. المهم دروك غادي نخليها تخمر لمده نصف ساعه، وبعد غادي نقرصها ونديرها في الصني وندخلوها للفور ان شاء الله. تبعوا معايا. العجين تاعي بعد ما خمر هذا هو. هنا كنت بديت نقطع، عاد فكرت نصور لكم. راني غادي ناخذ ورق تاع الطهي وناخذ هنايا النخاله، ديت انا النخاله وحدها باش نقرص الخبز نتاعي. ورق الطهي راني درته في الصني نتاعي، درت صني كبير تاع كوشه كبيره. وها راني قطعت الخبزه الاولى حطيتها في النخاله، ونحاول ندير لها النخاله من كل الجوانب، وبعد نحطهم في الصني تاعي الخبزات. هنا كما راكم تشوفوا معايا غادي نبدا نقرص في الخبزات نتاعي. هنا بعد ما قطعتهم في 3 غادي نبدا نقرص فيهم. وهنا السمك نتاعهم ما نديروه لا رقيق لا غليظ كما راكم تشوفوا. ها هو السمك نتاعها الخبزه نتاعي. ما نخليوهاش غليظه وما نرققوهاش بزاف لخاطر الخبز تاع النخاله ما عندوش الجهد باش يطلع. وكما راكم تشوفوا هنا هذه اختياري، ديروا هذيك الثقبه في الوسط
يعني تزيينية فقط. أنا بعد ما قرصت الخبز نتاعي غادي نجيب حاجة دافية كيما هكا كوفيرتا صغيرة ولا المهم نغطي الخبز نتاعي ونخليه يخمر. أنا المدة تاع الاختمار نتاعه على حساب درجة حرارة الغرفة. إذا كان الحمان الحالة حامية غادي نخليوها لمدة 4 ساعات حتى ل20 دقيقة، وإلا كان شوية البرد نخليوه حتى لنص ساعة. في هذيك المدة في هذيك الفترة أنا نمشي ندير الفور نتاعي، غادي نمشي ندير الفور تاعي يحمى ونديره على درجة حرارة عالية وحتى يخمر الخبز نتاعنا. كي نبغي ندخل الخبز نتاعي للكوشة غادي نقص لها، ما نخليهاش مجهدة بزاف، بصح نخليها على درجة حرارة متوسطة. إذا كان عندك الفور نتاعك يشعل من التحت ومن الفوق ماذا بيك تشعلي من التحت ومن الفوق، من التحت ديريه مجهد ومن الفوق نقصيلو. وإلا كان الفور تاعك يشعل يا من التحت يا من الفوق ما يشعلش في نفس الوقت، إذا نخلي الخبز تاعك حتى يطيب من التحت ومن بعد عاد تشعلي له باش يتحمر من الفوق. ان شاء الله الوصفه هذه تجربوها الخبز نتاعنا ويعجبكم في رمضان ان شاء الله. شوفوا معايا الخبز تاعي هنايا كي طلع، هنايا هذه فتره دخلته للكوشه هذه واحد 5 دقائق، شوفوا كيفاش طلع والنتيجه نشوفوا هذا مع بعض. وهانا تحصلنا على خبز محمر وشباب وبنين وصحي، تاكلوه بالصحه والهنا ان شاء الله. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم وتعتمدوها في هذا شهر رمضان. وإن شاء الله نعاود نزيد نبارطاجي معكم وصفات أخرى من الخبز. هذا خبز النخالة، نخالة القمح، وعندي وصفات أخرى إن شاء الله انتظروني في الأيام القادمة من رمضان.